السلام عليكم، كيف حالكم جميعا؟ إن شاء الله تكونوا تمام. اليوم إن شاء الله رح نعمل مع بعض الفلافل المحشي على الطريقة الفلسطينية الغزاوية. رح نجهز مع بعض خلطة الفلافل، ورح كمان نجهز له خلطة حشوة كتير مميزة ولذيذة بتشتهر فيها قطاع غزة، خصوصا في شهر رمضان المبارك. محلات الفلافل والفول كتير بيعملوا هاي الوصفة في شهر رمضان المبارك، خصوصا اللي هو الفلافل المحشي. راح نحشيه إن شاء الله بالبصل والسماق، وراح نجهزه مع بعض خلال الفيديو. ما تنسوا تحطوا لايك للفيديو، ويلا نبلش بخلطة الفلافل. بداية أنا هنا نقعت تقريبا نص كيلو من الحمص، نقعته 24 ساعة. لازم تنقع الحمص هنا لمدة لا تقل عن 12 ساعة، بس أنا خليته بالزيادة لمدة يوم كامل 24 ساعة. بعد هيك راح أصفيه، أحطه بمصفى وأغسله من مية النقع، لأنه قاعد يوم كامل في هاي المية، فراح أغسله منها. بعد هيك راح أضيف له شوية خضرة، وهي عبارة عن 3 ضروس من الثوم، حبة بصل مقطعة، وكمان راح أضيف شوية من البصل الأخضر، ونص ربطة بقدونس، ونص ربطة جرادة أو شبت أخضر. راح أفرمهم على المفرمة هاي اللهلوبة الكهربائية. راح أضيف شوية حمص وشوية خضرة، وراح أفرمهم. أنا اليوم متوفرة عندي هاي اللهلوبة الكهربائية، مش متوفرة عندي مطحنة الكبة والفلافل. هاي بتأدي الغرض وبتمشي الحال، بس إذا أنت طحنتيها بهاي الكبة أو هاي اللهلوبة، لازم الحمص ينتقع لمدة 24 ساعة لحتى ينطحن بشكل كويس فيها. أما إذا كانت عندك المطحنة تبعت اللحمة أو الكبة، عادي بيمشي فيها 12 ساعة، ممكن تنقع الحمص 12 ساعة. بس هاي الكبة لازم يكون الحمص منقوع فيها أكتر من 12 ساعة لحتى يكون سهل أثناء الطحن معاكي. بعد هيك حطيت أنا شوية مية لحتى يمشي معايا اللهلوبة أو الكبة، وتطحنه بهذا الشكل. هيك تكونت معايا نتيجة أو عجينة الفلافل. هاي نتيجتها طلعت بهذا الشكل. بعد هيك أنا بعبيه بأكياس أو بحفظه في التلاجة في علب حفظ بدون أي إضافات، ما بضيف له ولا ملح ولا بهار ولا أي شيء، بضيفه في التلاجة بأكياس هيك سادة بهذا الشكل. ولما أجي أطلع كمية للقلي بحط عليها الإضافات اللي بدي أحطها، البهارات والملح. الآن رح نجهز مع بعض حشوة الفلافل المحشية. في مقلاة على النار هنا ضفت حبتين من البصل مقطعين مربعات بهذا الشكل، ورح أضيف لهم شوية من الزيت النباتي. رح أخليهم يتدبلوا على النار. بعد هيك رح أضيف لهم تقريبا نص معلقة من السماق المطحون، وكمان رح أضيف لهم رشة من الملح، وحركهم كلهم على النار هيك سوا لحتى البصل عندي يدبل. يفضل إنه حشوة الفلافل المحشية تقلبيها هيك على النار لحتى البصل يستوي نص سوا، وما يكون يقرش في الفلافل. لما تجهزيه راح أقلب البصل مع السماق بهذا الشكل وأخليه يذبل، وهيك بيكون جهز معانا. هاي الخطوة ما بتاخد منك وقت، يعني دقيقتين على النار بتكون جهزت. هاي الحشوة هيك صارت تمام. راح أتركها تبرد. بعد هيك راح نجهز مع بعض الفلافل، وبهاي الأثناء راح نجهز الفلافل. هنا أنا طلعت كيس من الفريزر لأنه كنت أنا مخزناهم بأكياس. راح أضيف الملح، وراح أضيف كمان نص معلقة صغيرة من الكزبرة المطحونة، ونص معلقة صغيرة من الكمون أو من كلفة أو دقة الفلافل الجاهزة. ممكن تضيفي كمان معلقة من السمسم، وكمان ضيفي رشة من الكربونة لحتى الفلافل ما يكون معجن معاكي. بعد هيك ضفت شوية من المية لحتى عجينة الفلافل تكون معايا سهلة ولينة وتتشكل بسهولة. بعد هيك راح أجيب كرة من الفلافل بهذا الشكل،
وأحاول إني أفردها بشكل مستقيم ودائري زي ما انتوا شايفين بهذا الفيديو. بحاول إنه تكون رقيقة لأنه لسه راح نحشيها حشوة وراح نسكر هاي الحشوة بطبقة تانية من الفلافل، فإحنا ما بدنا إياها تكون سميكة كتير. راح أضيف كمية من الحشوة. بعد هيك راح أضيف كمان طبقة من الفلافل، وحاول إني أسكرها من جميع الأطراف لحتى ما تفرط عندي في الزيت أثناء القلي. وحاول إني أرتب منظرها هيك بهذا الشكل. بعد ما ترتبت عندي حبة الفلافل راح أحطها بسمسم أبيض. بعد هيك راح أقليها بالزيت يكون غزير، وكمان لازم الزيت يكون حامي بالبداية. بعد هيك راح أخليه وسط لحتى عندي الفلافل يستوي من الداخل ويتحمر من برا. هيك بكون حشوة الفلافل من جوا. وهيك بكون عندنا جهز طبق الفلافل الفلسطيني المحشي الغزاوي اللي ما بيخلى في بيوت الناس في شهر رمضان المبارك، وكمان المحلات كتير بتعمله. أنا صراحة كنت جايبة معاه فتة حمص جاهزة. إذا حابين وصفة فتة الحمص الفلسطينية راح تلاقوها على القناة بالتفصيل. اكتبوا اسم الوصفة واسم القناة راح تطلع لكم فيديو فتة الحمص الفلسطينية. أكلة كتير لذيذة وشعبية في شهر رمضان المبارك. بتمنى يكون فيديو اليوم عجبكم، وبتمنى كمان تكونوا استفدتوا من وصفة اليوم. لا تنسوا تتابعوني على صفحتي على الانستغرام وكمان على صفحة الفيسبوك. راح أترك لكم الروابط في صندوق الوصف. بتمنى كلكم تتابعوني. في أمان الله، وإن شاء الله بشوفكم بفيديوهات جديدة.